مرحبا بكم يا أجمل متابعين. حلقتنا رقم 88 من مسلسل سلمى محملة بالمشاعر والأحداث اللي حتغير مصير كل الشخصيات. استعدوا تشوفوا توتر، أسرار وخطوات مصيرية حتحدد مستقبل سلمى وجولي وشادي، وكمان مصير جلال اللي لسه مختفي. يلا بينا نبدأ ونشوف إيه اللي حصل في حلقتنا الجديدة. أحداث الحلقة 88 تبدأ لما جولي قربت من سلمى وقالت لها: عايز أقولك على حاجة مهمة يا ماما. كان الكل خايف إن جولي تقول إن أبوها رجع، وخصوصاً عادل. جولي قربت أكتر وقالت: لما شادي ينام هقولك. فسلمى ابتسمت وقالت لها: ولو كده أنا كمان هقولك حاجة بس لما شادي ينام. جولي قالت بحماس: وإيه هي؟ سلمى ردت: اتفقنا، أول ما ينام شادي. دخلت هويدا وقالت لهم: في إيه يا جماعة؟ الولاد مش هيهربوا، قدامكم وقت طويل تتكلموا، يلا قوموا اغسلوا ايديكم وتعالوا نتعشى. سلمى راحت تغير هدومها، وشادي ما كانش سايبها لحظة من فرحتها إنها رجعت بالسلامة. وقعدت هويدا جنب جولي وقالت لها: يا ريت يا قلبي ما تقوليش لمامتك دلوقتي إن أبوكي رجع. أول ما شادي ينام نقعد كلنا ونقول لها بالراحة، مش عايزينها تتصدم، خطوة خطوة نفهمها وبعدها نخبرها. جولي قالت: ده رأيي برضو، وعايزة أكون معاكم لما تقولوا لها. وبعدين سألتهم: ماما هتزعل لما تعرف إن بابا اتجوز وإن عنده طفل غيرنا؟ في الوقت ده كانت سلمى خلصت تبديل هدومها وبتغسل إيديها، وشادي واقف جنبها زي ظلها. وبعد ما خلصت خرجت برا. عادل استأذن وقال: أنا نازل على القهوة فاضية دلوقتي، وأبويا أكيد زعلان مني. ومشي لأن مش عايز حد يفتح سيرة جلال قدام سلمى. وقال لها قبل ما يمشي: ألف سلامة، نشوفك بعدين.